الخبر العاجل المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء القرار كما نشاهد قبل قليل من لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد النتيجة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، باعتبار المنتخب المغربي منتصرا ب3 أهداف دون مقابل، وخسارة منتخب السنغال الذي كان قد توج باللقب. منتخب السنغال إذن يسحب منه اللقب ويعطى هذا اللقب لمنتخب المغرب، بعد أن جاء قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بالاعتماد على اللوائح الخاصة، وتحديدا اللائحة رقم 84 كما تضمنت القرارات أمور أخرى تتعلق بإيقاف لاعب منتخب مغربي سايبري لمباراتين، إلغاء غرامة مالية كانت قد حددت ب$100,000، تخفيض غرامة كذلك الاتحاد الإفريقي في قضية جامعات الكرات إلى $50,000، وتثبيت غرامات أخرى تتعلق بهذه المباريات أو هذا النهائي تحديدا. إذا المنتخب المغربي رسميا هو بطل إفريقيا كما جاء في نص هذا البيان من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنعود الحديث عن ذلك لاحقا مع كابتن يوسف شيب والذي